عرضنا عليكم الاثنين الماضي في برنامج صباح الخير يا عرب قصة الفتاة الجامعية أسماء إبراهيم التي استهجنت إقدام أستاذة جامعية على اعتبار إسرائيل دولة عربية وإلغاء دولة فلسطين من الخريطة. كانت الأستاذة الجامعية قد رفعت دعوى على التلميذة واتهمتها بالبلاغ الكاذب. بالأمس قال القضاء المصري كلمته وصدر الحكم ببراءة الطالبة هذه من البلاغ الكاذب من أستاذتها وبراءتها أيضا من التهم المنسوبة إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعية التي هي الأستاذة الجامعية بالبلاغ الكاذب. نتابع. لا تترك حقك ولا حق أوطانك أو مبادئك. كلمات أسماء بعد أن نالت حكم براءة من اتهام أستاذتها في الجامعة لها بالكذب في ادعائها بأن الأستاذة استبدلت اسم فلسطين بإسرائيل وعدلت في الخريطة دون وجه حق. أنا بقول للطلبة يعني لما يكون ليك حق ما تسيبوش مهما كان، يعني طالما هو ده حقك وطالما انك حاسس عارف انك مش بتفتري ومؤمن بقضيتك كمل فيها للآخر. ورغم أن أسماء صاحبة حق فالخوف والقلق كانا يستبدان بحال الأسرة. أنا هنام لأن يعني الحمد لله إن القضاء في مصر لسه بخير. إزاي دكتورة تعمل كده في طالبة؟ يعني إيه ابني لما يعصاني أروح أودي اسم أودي ملجأ؟ كثيرون احتفلوا بأسماء ودعموها مرتئين قضيتها القضية العادلة للسعي وراء الحق والتمسك بالمبدأ. احنا كلنا نتمنى ان احنا نكون اسماء ويكون شباب مصر عنده نفس الوعي الفكري اللي عند اسماء. هذه الطالبة بتعبر عن رأيها. الجامعة قايمة اساسا على حرية الفكر، حرية الرأي، حرية التعبير. ده هو اللي بيخلق طالب ممكن يساهم في بناء الوطن. المساهمة في بناء الوطن والمساهمة في تقدم الجامعات بيكون بإطلاق حرية النقد وحرية الفكر وحرية الإبداع. اعتبر البعض ما كتبته ودرسته الأستاذة الجامعية واحدة من محاولات عدة للتطبيع مع إسرائيل، وإن ألبست ثوب التعامل مع الواقع. وتقوم الدنيا ولا تقعد كما حدث مع الدكتورة هالة مصطفى رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية التابعة لمؤسسة الأهرام منذ أشهر، وتلقت إنذارا من نقابة الصحفيين لاستقبالها السفيرة الإسرائيلية في مكتبها. لكن بعد أن تقوم الدنيا تقعد وتظل قاعدة، وتحدث حالة أخرى تثور الدنيا وتهدأ وكأنها أصبحت قاعدة. لMBC في أسبوع، محمد ترك، القاهرة. ينضم معنا مباشرة من القاهرة السيد عبد الغفار مغاوري محامي الطالبة أسماء إبراهيم محمد علي الطالبة بالفرقة الثالثة قسم تاريخ بكلية الآداب جامعة حلوان. سيد عبد الغفار، أهلا وسهلا بك معنا في MBC في أسبوع، وبخصوص هذه القضية التي أثيرت طالما جاء الحكم لصالح الطالبة. في رأيك أنت كمحامي ما هي الخلفية التي دفعت الأستاذة الدكتورة الجامعية لرفع دعوى جنحة بلاغ كاذب ضد طالبتها؟ أولا أنا بشكر قناة MBC لتعاونها الجاد والممتاز مع الطالبة أسماء ومع قضيتها من أول لحظة. ثانيا الخلفية الحقيقية للتحريك الدكتورة جنحة بلاغ كاذب ضد الطالبة كان نتيجة شكوى تقدمت بها الطالبة إلى إدارة كلية الآداب جامعة حلوان. نعم. وطلبت فيها يعني مش ممكن إن احنا ندرس طول عمرنا بندرس في التاريخ والجغرافيا إن إسرائيل كيان احتلالي صهيوني موجود في المنطقة العربية، وإن الدكتورة فجأة تدرس هذا الكتاب الذي تقرره وهو من تأليف الدكتور فتحي محمد مصلحي زوج الدكتورة أيضا. نعم. وتقول فيه أن إسرائيل ضمن دول الوطن العربي. مش ممكن تكون إسرائيل هذا الكيان دولة عربية بأي حال من الأحوال. وكما ثابت وكما واضح أمام المشاهدين في الخريطة، إسرائيل على سيناء التي حررناها بدماء العربية بدماء المصريين. طيب. وجميع العرب، وأيضا فلسطين. طيب. الذين يرضون. سيد عبد الغفار، انتقل لمحور مهم أيضا، ما هي الخطوات التي اتبعتموها أنتم لحصول الطالبة أسماء على البراءة؟
اولا اسماء هي بريئه، اولا من عمليه الكذب تماما، لان الدلائل موجوده على صدق كلامها موجود في الكتاب. ثانيا احنا الخطوات اللي احنا كنا بنأكد عليها ان هي كشف حقيقه التعليم بعض من يقومون بالتعليم الجامعي لتزييف التاريخ وتزويره. ثانيا اللي هو اثبات امام المجتمع العربي والمجتمع المصري ان الطالبه اسماء لم تكذب، وهذا موجود بالكتاب. حضرتك احنا ضغطنا بوسائل قانونيه على اداره الجامعه والكليه بان احضرنا ما يفيد في التحقيق اللي هو سند الجنحه، وايضا طلبنا بعض الاشياء حول الامتحان الذي جاء فيه هذا السؤال الذي يحمل هذه الاجابه الموجوده بالكتاب عن اسرائيل باعتبارها دوله عربيه، ورفضه جميع الطلاب. نعم. ورفضوا الاجابه عليه ايضا، ولكن الكليه تاخرت في إحضار هذه المستندات، ولكن أحضرنا أهم المستندات التي تكشف أن الطالبة لم تكذب بإقرار الدكتورة نفسها، وتطلب من الجامعة حفظ التحقيق لعدم، لأن الشكوى دي سبق تقديمها من آخرين، وإن مش أسماء الوحيدة هي التي قدمت بهذه الشكوى، وإن طلبت مصر بخير، وإنهم هينضلوا من أجل. وصلت هذه النقطة، لكن فحوى الموضوع كله كان معلومات خطأ في منهج وكتاب جامعي ألفه زوج الأستاذة الجامعية وأقرته الأستاذة، وكانت تهدد برسوب من تخالف إجاباته، ما يتضمن طبعا الكتاب من معلومات مغلوطة. في رأيك القانوني أنت كمحامي ألا تتحمل وزارة التعليم العالي جانبا من المسؤولية بغض النظر عن طرفي النزاع؟ أنا أتكلم هنا. حضرتك هو بس أهم حاجة أن هذا الكتاب مخالف للمادة الأولى من الباب التمهيدي لقانون تنظيم الجامعات، الذي يدعو للالتقاء بالفكر، يدعو لبعث الحضارة العربية، يدعو لبعث التاريخ العربي والمصري في التدريس، ويدعو للالتقاء بالتعليم. هذا الكتاب أولا مخالف، وكمان حاجة انه المفروض المجلس الاعلى للجامعات ياخذ قرار بشأن هذا الكتاب ومؤلفه ومدرسته ومقررته. انا اشكرك طبعا السيد عبد الغفار مغاوري، محامي الطالبة اسماء ابراهيم، الطالبة بالفرقة الثالثة قسم تاريخ بكلية الاداب جامعة حلوان. شكرا لك والف مبروك طبعا على براءة الطالبة. الله يبارك فيك. اولا بس بنوه ان القضاء المصري قضاء نزيه وعادل جدا، أنا أشكرك. واصدر كلمته الفصل في ذلك. انا اشكرك. شكرا.